ازيك؟ لو انت من الناس اللي بتتوتر بسرعة وبتشيل هم كل حاجة وكل كلمة بتقعد تفكر فيها كتير، يبقى الفيديو ده معمول ليك. النهاردة هنتكلم عن كتاب بسيط بس تقيل في معناه، كتاب ممكن يغير طريقة تفكيرك في الحياة اليومية ويخليك تهدى شوية، تبطل تفكر كتير وتعيش أكتر. الكتاب اسمه ما تقلقش على الحاجات الصغيرة وكلها حاجات صغيرة. Don't sweat the small stuff and it's all small stuff. والكاتب اسمه ريتشارد كارلسون. الراجل ده بيقول لنا ببساطة: انت قلقان، زعلان، متعصب؟ طب اسأل نفسك، هل الموضوع ده يستاهل؟ وهل هو كبير كده ولا احنا اللي مكبرينه؟ ريتشارد بيقول إن أكتر حاجة بتتعبنا مش الكوارث الكبيرة، لا دي الحاجات الصغيرة اللي بتتراكم كل يوم. الزحمة، واحد زقاك، مديرك كلمك بعصبية، التليفون بيرن كل شوية، واحد كتب لك تعليق مستفز، واحد نسي يقول لك شكرا. كل دي حاجات شكلها تافه بس لما تتجمع بتتحول لقنبلة توتر. فهو بيقول لك لو عرفت تتعامل مع الصغير عمرك ما هتتهز من الكبير. ودلوقتي علشان نعرف ازاي نتعامل مع الحاجات الصغيرة اللي بتسبب لنا توتر وضغط يومي، هنتكلم عن أهم النقاط اللي ريتشارد بيأكد عليها في الكتاب. النقاط دي هتساعدك تبص للمواقف بمنظور جديد وتتعلم ازاي تهدي أعصابك وتسيطر على ردود فعلك. يلا بينا نبدأ. واحد، انت مش لازم تكسب كل مرة، يعني مش كل مرة حد يقولك حاجة لازم ترد وتثبت انك صح. في فرق بين انك تكون عايز توصل للحق وانك تكون عايز تكسب جدل. اوقات كتير الناس بتدخل في نقاشات بس عشان يبانوا اذكى او ان رأيهم اهم. بس ريتشارد بيقولك اسأل نفسك، هو الموضوع يستاهل ولا مجرد إثبات موقف؟ سيب شوية حاجات تعدي، مفيش مشكلة لو سبت واحد يفتكر نفسه صح لو الحاجة مش مهمة فعلا. اتنين، بلاش تعيش على وضعية الطوارئ. أغلب الناس ماشية كأنها في معركة، دايما مستعجلين، متوترين، مضغوطين. ريتشارد بيقولك لما تعيش كده على طول بتستهلك طاقتك وصحتك وحتى علاقاتك. خد نفسك، اهدى، مفيش حد بيجري وراك. لو اتأخرت 3 دقايق على المترو مش آخر الدنيا، لو الإيميل اتأخر شوية مفيش حد هيموت. بطل تعمل من كل حاجة أزمة عالمية. 3، كل يوم فرصة جديدة. واحدة من أحلى الأفكار في الكتاب إن كل يوم هو بداية جديدة. أنت مش مضطر تكمل قلقك وزعلت من امبارح. خد قرار إن النهاردة هيبقى يوم هادي. اللي حصل حصل ومش كل حاجة محتاجة نشيلها معانا في شنطة ظهرنا كل يوم. 4، راجع نفسك قبل ما تلوم الدنيا. كتير بنشوف نفسنا ضحايا. أنا مش مرتاح عشان شغلي وحش، أنا متوتر عشان الناس حواليا سامة، أنا مكتئب عشان الجو. بس ريتشارد بيقولك بص جواك الأول، ممكن تكون المشكلة في نظرتك مش في العالم. غير تفكيرك تتغير حياتك. 5، لحظة صمت بتساوي راحة لعقلك. النهاردة احنا طول الوقت في دوشة، إشعارات، أخبار، إعلام، موسيقى، بودكاست، وكل حاجة شغالة مع بعض. الكتاب بيقولك ادي لنفسك لحظة هدوء، حتى لو دقيقة، من غير صوت، من غير موبايل، من غير أفكار بتجري في دماغك. هتتفاجئ ازاي بتفرق معاك. 6، ما تحكمش على الناس بسرعة. اللي قدامك ممكن يكون بيعاني، متضايق أو مشغول، وما تفترضش إنهم متكبرين أو أشرار. لو حد عمل تصرف غريب، بدل ما تتعصب جرب تسأل نفسك يا ترى هو عنده إيه النهاردة. خلي دايما عندك مساحة للتفهم بدل ما تبقى على طول متحفز. 7، افتكر إن حياتك هتخلص. غريبة شوية، أيوة بس مفيدة. لما تفتكر إنك مش هتعيش للأبد دماغك بتهدى، المشاكل الصغيرة بتظهر أكتر، الزعل على الحاجات التافهة بيبقى شكله جريء. لو دي كانت آخر 24 ساعة ليك، هل كنت هتضيعها في الزعل من تعليق على الفيسبوك؟ أكيد لأ. 8، اعمل خير حتى لو محدش شايف. ريتشارد بيقولك لما تعمل خير مش لازم الناس تعرف. ساعد حد، ابتسم في وش حد، سيب حد يعدي قبلك. حاجات صغيرة بس بتغير يومك ويومهم. الأفعال دي بتعزز السلام الداخلي عندك وبتخليك تحس إنك شخص نظيف من جوه. 9، ما تتعلقش بحاجات بره إيدك. واحدة من أكبر أسباب التوتر هي إنك بتحاول تتحكم في كل حاجة، الناس، الأحداث، الزمن، ردود الفعل.
بس خلينا واقعيين، في حاجات كتير مش تحت سيطرتك وده طبيعي، زي الطقس، سلوك الناس، الزحمة، أو حتى مود المدير. ريتشارد بيقول بدل ما تضيع طاقتك في حاجات بره إيدك، ركز في رد فعلك أنت. اللي في إيدك دايما هو أنت. 10. ابدأ يومك بنية السلام قبل ما تقوم من السرير. جرب تقول لنفسك النهاردة أنا مش هسيب الحاجات التافهة توترني، أنا هكون هادي ومتقبل ورايق. النية دي لوحدها تفرق وبتبرمج دماغك تشتغل بطريقة مختلفة طول اليوم. مش معنى كده إن اليوم هيكون مثالي، لكن أنت هتكون متزن أكتر. 11. خلي عندك روتين للراحة النفسية. أي حاجة بتهديك خليها جزء من يومك، حتى لو 5 دقايق. تمشي شوية، تسمع موسيقى هادية، تكتب في ورقة إيه اللي مضايقك، تبص للسما وتسكت. مش رفاهية، دي صيانة يومية لعقلك. زي ما بتغسل وشك، اغسل بالك شوية. 12. حدد إيه اللي يستحق فعلا تفكيرك. كل يوم في 100 حاجة ممكن تشغلك. هو ليه ما ردش؟ طب لو حصل كذا أنا كان لازم أعمل كده. اسأل نفسك، هل الموضوع ده لسه هيبقى مهم بعد أسبوع، شهر، سنة؟ لو لأ، يبقى ما يستاهلش كل الزعل ده. وفر تفكيرك لحاجات فعلا تستحق. 13. خليك طيب حتى لو الناس مش دايما كده. ساعات بتقول لنفسك ليه أكون محترم وأنا مش باخد نفس المعاملة. لكن ريتشل بيشوف إن الطيبة مش مجرد رد فعل، دي أسلوب حياة. أنت بتختار تكون شخص طيب مش علشان الناس، لكن علشان تحافظ على نقاء قلبك وسط كل الزحمة والضغوط. 14. سيب فراغ في جدولك. ما تملاش يومك من أوله لآخره. سيب وقت فاضي، وقت تبص فيه لنفسك، تتنفس، أو حتى تزهق شوية. لما تدي شوية مساحة فاضية في جدولك، هتحس في حياتك بخفة أكتر. 15. مش لازم الحياة تبقى كاملة. في ناس بتحاول تخلي كل حاجة صح 100%. العيلة، الشغل، الجسم، الصورة، كل حاجة متقنة. بس الحياة مش كده، مفيش كمال. في لحظات حلوة ولحظات صعبة، في فوضى، في صدفة. القبول هو السر. اقبل ان مش كل حاجة هتمشي على هواه، بس لسه ممكن تكون راضي. 16. الاستسلام مش جاي من ضعف. الاستسلام هنا مش انك تنهزم، لكن انك تقبل الواقع بدل ما تحاربه طول الوقت. عارف امتى تبطل تحاول تغير كل تفصيلة؟ لما تلاقي انك بتخسر اعصابك ووقتك ونومك. في قوة كبيرة في انك تقول انا هسيبها تعدي. الخلاصة، الكتاب مش بيقولك طنش الدنيا، لكن بيقولك اختار ايه يستاهل طاقتك وايه لا. مش لازم تكون دايما صح، مش لازم ترد على كل كلمة، مش لازم تشيل في قلبك، ومش لازم تخلي كل حاجة توترك. لو عرفت تتحكم في رد فعلك مش في العالم، هتبقى أقوى وأهدى وأسعد. في كلمتين، أعيش أبسط تكسب أكتر. ما تسيبش الحاجات الصغيرة تاخد منك الراحة الكبيرة. لو عجبتك الفكرة، جرب طبق فكرة واحدة بس من اللي قلناهم، بس واحدة، وشوف هتحس بإيه. في الحلقة الجاية هنتكلم عن كتاب هيقلب موازين تفكيرك في تنظيم وقتك وشغلك. كتاب هيعلمك إن السر الحقيقي للنجاح مش في إنك تشتغل كتير وبس، لكن في إنك تبدأ دايما بأهم حاجة حتى لو كانت صعبة. هتتعلم إزاي تواجه المهام اللي بتخوفك وتخطط يومك بذكاء عشان تسيطر على ضغوط الحياة وتحقق أهدافك بتركيز وقوة. تابعونا واستعدوا لرحلة مليانة بالنصايح العملية مع براين تريسي في كتابه كل الضفدع. وانجز الأهم النهاردة. اسم غريب؟ أيوة، زي ما سمعته بالظبط. وهنكتشف مع بعض قريب ليه الاسم ده كده وإيه المعنى اللي وراه. سلام.